ثالثا على محبة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا وإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو لست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم وملاذكم إنصاف دهر نبايا. هل جئت في دين النبي ببدعة؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ فغداه حيارى لا يمل لوعظه إلا الأزمة والربا. والله جواب بايق الهور يا ناس بي من تضربوني من أحسين كلكم تعرفوني. والله علي من منعت المواعيدوني وزينب تنظر إلى هذا المنظر تقول أنا واقفة وعيني يروي. أعيدك يا أبو علي. أنا واقفة وعيني يروي للمعركة واصفق بدية. ويلي على راعي الحمية ما خلولي منهم بجية. عندك حاجة عندك حل ويا زينب يا والله ما خلوا يا آل منهم بجية.
الدنيا انت وعلي كل شيء. والله عليك ما حزن يا حسين ينسى ليش دنيا انت وعليك السيف ينسى مو لاجل الثواب والدمع ينسى بشر لاجلك يا ابن حامل حبيب. قال تفرق الاخ يترك علامه يخليه يكلي لك ما تنام. زينب من فقدت اخوها الحسين من فقدت العباس شو يقول؟ والله قال تفرق الاخ يترك علامه يخليه يكلي لك ما تنام. والله ما تنام خلصت ايام راح الاخو خلصت ايام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. لسلامتنا وسلامتكم وسلامة إمامنا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء بالذكرى الأليمة على شيعة أمير المؤمنين وعلى صاحب العصر والزمان، ألا وهي ذكرى مصيبة أبي عبد الله الحسين. هذه الذكرى الأليمة حيث وقعت في كربلاء، وقع في كربلاء دم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي هو خامس أصحاب العذاب، خامس أصحاب الكساء، جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أمه فاطمة، أبيه علي. إخواني وأعزائي، هذا حديث عن إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. ماذا يقول؟ من خلال هذا الحديث المبارك إن الإمام الصادق سلام الله عليه يحث الناس الشيعة الموالين إلى إحياء ذكرى سيد الشهداء سلام الله عليه. لأن إخواني وأعزائي هناك تساؤلات كثيرة، هناك شبهات وتوهمات من قبل البعض، من قبل المخالفين لنا، يقولون أنتم لماذا تقيمون المجالس؟ ليش تقيمون المجالس؟ لماذا تقيمون المآتم؟ إن قضية الحسين سلام الله عليه قضية تاريخية،
فعلا هي قضية الحسين سلام الله عليه قضية تاريخية. وأنا أقول من خلال فطرتي أقول بأن قضية الحسين سلام الله عليه، وأنتم هم ربما توافقوني، كتبت بدم سيد الشهداء عليه السلام، والمفروض ماكو عليها شبه وتوهمات وتساؤلات، لأن القضية واضحة. لكن من خلال الزمن صار لها كذا ألف وكذا من السنين، شوف المخالفين لنا ماذا يقولون. يقولون إن قضية الحسين سلام الله عليه قضية تاريخية، وبالتالي هذه القضية التاريخية قد أكل عليها الدهر وشرب، وهي قضية فردية. يعني هو الحسين راح إلى كربلاء، قاتل وقتل، وانتهت القضية. يقولون قضية الحسين سلام الله عليه قضية فردية، وبالتالي إذا كانت قضية الحسين، هم يقولون وبالتالي إذا كانت قضية الحسين سلام الله عليه قضية فردية، يعني ما تخلدوا. أنتم ليش مخلدين ثورة الحسين ونهضة الحسين وجاي تقيمون المجالس كل عام؟ بل أنتم عندكم في كل يوم، مو هذا القول المعروف، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. صدق احنا دائما نذكر سيد الشهداء سلام الله عليه، دائما في مجالسنا نذكر سيد الشهداء، يعني ما غايب علينا قضية كربلاء، قضية الحسين سلام الله عليه. ماذا يقولون هم؟ يقولون إن قضية الحسين فردية وبالتالي لا تخلد. احنا نجاوب على هذا الأساس، نقول لهم الحسين سلام الله عليه المنطلق هو يقول ماذا يقول؟ يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه شاف الانحرافات موجودة، انحرافات عقائدية. شلون انحرافات عقائدية؟ يعني هو خليفة المسلمين كما يزعمون يزيد ابن معاوية خليفة المسلمين. هو شنو أقول لك؟ لا يعرف القيم ولا يعرف المبادئ، يعني عنده انحراف عقائدي في قضية التوحيد، يعني بعبارة أخرى ملحد. والدليل على كلامي من دخلوا الفواضل السبايا إليه أخذ يترنم بأبيات. ماذا يقول؟ يقول لعبت هاشم بالملك فلا، شوية التفت، يعني شنو؟ لعبت هاشم بالملك يعني شنو؟ بناء هذا كله ملك، ما يعترف بالاصطفاء والاجتباء الإلهي، وأن أهل البيت وأن النبي صلى الله عليه وآله من السماء، وما أرسلناك رسالة من الله. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني الإمامة عهد من الله. فهو ما يعترف بهذه الأمور، وإنما شنو؟ هو ملحد، هو لا ديني. من خلال أبياتنا احنا راح نعرفها. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. خبر جاء ولا وحي نزل، يعني ما يعترف. هو يقول ماذا؟ هذا انحراف الأخلاقي اللي هو أعلى سلطة بالدولة مثل ما يقولون، خليفة على قولهم. يقول ما قال ربك ويل للذين شربوا، وكان شارب للخمر، كان يشرب الخمر.
هذا اللعين يزيد لعنة الله عليه مع شديد الأسف. والبعض يجي يقول هو خليفة المسلمين والحسين خرج على خليفة المسلمين. مع شديد الأسف هاي الانحرافات الفكرية الموجودة عند البعض، وكأنما هكذا يقولون. يعني أنا على المنبر المفروض ما أقولها، لكن بعد نقولها من باب نبين لشيعة أهل البيت. بعبارة أخرى يقولون الحسين يستاهل يقتل هكذا، لأن خرج على خليفة الزمان. منهم ابن العربي يقول خرج الحسين عن حده فقتل بسيفه. وإلى الآن هذا الفكر موجود، هذا الفكر الوهابي موجود. يقولون الحسين يستحق القتل هكذا يعني. شوفه مسلم، شوفه يصلي يقرأ القرآن، لكن عنده انحرافات فكرية. وين راحت عنكم مولانا حديث النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين سبط من الأسباب. أكو حديث آخر يقول من أحب الحسن والحسين فقد أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أبغض الحسن والحسين من أحببته أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة. هاي الأحاديث وين راحت عنها؟ ومن أبغض الحسن والحسين أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. فشوف هذا اللي يقولون عليه إنه خليفة المسلمين شو يقول؟ شوف انحرافات الأخلاقية. يقول ما قال ربك ويل للذين شركوا، بل قال ربك ويل للمصلين. فالإمام الحسين سلام الله عليه مو قضية فردية. إذا كانت قضية فردية هذه القضية الفردية لا تخلد، والحسين مخلد. لماذا؟ لأن قضية الحسين سلام الله عليه قضية إلهية. قضية الحسين سلام الله عليه قضية ربانية. قضية الحسين سلام الله عليه قضية أمة. لذلك ماذا قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي، وأطلقها ما قيدها وإنما أطلقها. ماذا قال؟ قال الإصلاح، يعني الإصلاح الفكري الأخلاقي إلى آخره. فهذه الشبهة وهذا التساؤل مردود. ولذلك أخواني احنا شلون نستنتج بأن قضية الحسين سلام الله عليه قضية إلهية وتخطيط إلهي؟ من خلال بكاء النبي عليه، أقوال النبي عليه. يعني النبي صلى الله عليه وآله خوش عنده حديث ماذا يقول؟ يقول إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. القضية يعني شنو معناتها؟ يعني معناتها أبد والله ما ننسى. يعني النبي صلى الله عليه وآله جاي يخلد ذكر الحسين سلام الله. أول ما ولد الحسين عليه السلام يقولون اجت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله، شافته يبكي، قالت له يا رسول الله أبا يا رسول الله أراك تبكي، ليش تبكي؟ قال لها الآن خرج مني جبرائيل وأخبرني بأن ولدي هذا سوف يقتل. قالت له أبا وين يقتل؟ ومن يقتله؟ وفي أي زمان؟ قال لها الذي يقتلونه هم أناس يدعون من أمتي، يعني مو مسلمين، لا وإنما يدعون، يقولون إحنا مسلمين ولكن هم بعضهم شنو؟ كفر ونفاق. يدعون أنهم من أمتي، وفي مكان يقال له كربلاء. قالت له أبد
وفي أي زمان. يعني شوف النبي صلى الله عليه وآله يبكي على سبط الإمام الحسين وهو في ولادته، حين ولادته. شنو معناته هذا؟ معناته الخلود لقضية الحسين سلام الله. قالت له وفي أي زمان؟ قال لها في زمان خال مني ومنك ومن أبي ومن أخي. قالت له إذن أبا من الذي يبكي عليه؟ من الذي يبكي عليه ويقيم له العزاء؟ ماذا قال لها؟ اخواني احنا مذكورين على لسان رسول الله صلى الله عليه واله. قال لها ويخلق الله له شيعا يقيمون له العزاء ويبكون عليه. الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فالإمام الصادق عليه السلام حينما يقول أحيوا أمرنا رحم الله، وهذه رحمة وهي دعوة من الإمام سلام الله عليه إلى الشيعة، رحم الله من أحيا أمرنا. شنو يريد الإمام الصادق؟ يريد أن تخلد قضية الحسين سلام الله عليه، وقضية الحسين موجودة وما تنتهي. ومذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنت، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم. إخواني الإمام الحسين بقي 3 أيام تصهره حرارة الشمس. الليلة ليلة الدفن، فإحنا لازم نقرأ مصيبة الدفن. يقولون أكو حي قريب من المصرع، هذا حي مولانا حي بني أسد. ممكن شوية تخلون الأقوياء تخلون بس هذا الضوء الأحمر. إيه لأن هاي الليلة بعد ليلة الدفن إحنا لازم شوية نتفاعل مع قضية الحسين سلام الله. حتى هذا ما يخالف. أي رحم الله من نادى وحسينا، رحم الله من نادى وسيدا وسيدا يا ابن. يقول الرواية تقول اجل الى سديات، اجل الى سديات الى نهر الفرات، أي تغسل ماء. لكن شاف هذا ملقا على يمينه وهذا ملقا على شماله، إلا الحسين سلام الله عليه ملقا على وجهه. أتعلمون لماذا؟ لأن اللعين ذبحه من القفا. رحم الله من نادى وسيدا، رحم الله من نادى وإماما وحسينا. رجعت مرتعبات خايفات الشفتن. قال شفنا رحنا نجيب الماء والعود لقينا إلى بطل عنا والله ممنوع شئت ندعو
بطل نوري تلاله خيال النبي يشبه خياله عرفت له لا هذا والله خيال النبي يشبه خياله جثه ولكن راس بعد قال بالمعركة شفنا عجوبة الريس وجفوفه وخضوبة جبل تفصيل يوبة وشفنا طفل نايم بكثرة دموع صاب نحره والله صاب نحره والله وشفنا زمن والله شفنا طفل متوسد ايده وشفنا سهم يلمع بجيده والله بجيده يا ثار السهم قاطع وريده كاني بالرباب شقل يمر دحر حلقه على حلقه يقول عندنا دعوه ما يحقق يما نعرف ما يخاف انت حرقك بعد الشتم قال لو شفنا بطل نايم بكثره وكثره دموع صاب نحره اثار المطار آية الكوب والحسين شمامة الزهرة رحم الله من نادى وحسينا بعد رحم الله من نادى وسيدا يقولون جاء الإمام إلى بني أسد لأن بني أسد ما عرفوا الأجساد يقول لأن الرؤوس فصلت عن الأجساد يقولون في البداية خافوا من الإمام بعد ذلك قال لهم لا تخافوا أنا إمامكم زين العابدين قال لهم احفروا حفيرة هنا حفروا حفيرة دفن أبي الحسين أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة بعدين ايش قالهم؟ قال لهم علي بحصيرة ما قالهم كفن وإنما قالهم حصيرة لأجمع به أوصال بالحسين المقطعة يقول حين ظهر على الروح والله أعلم بحاله حين ظهر على والله أعلم بحاله بدال الجبل والتابوت حط الدار وشاله ودفن علي الأكبر عند رجله ودفن الرضيع عند صدره ودفن الأنصار بعد ذلك كلمه أكو بعد واحد قال له بعد واحد جزانا وفايات قال لبطل طلع للمسنات قال لهم بعد واحد جزانا وفايات قال لهم بطل قال له بطل طلع للمسنات نادى وجذب ونه ويجذب الحسرات هذا الوايك يمسوق الحرماير يرسم السومه اجى العمه قد الكفه عمه ودفن عمه يقول ظل عاين القبر عم العباس يقول له يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المضر وشر سيفك الفتاك والله ما إذا الواك ما تنهض تشيل الواك والله فطار مرايلنا جسد يم الشريعة
عم من الظهر للساعة يا عم جنيت غايب وين يا عم من الظهر للساعة يا عم جنيت غايب وين سمعها وزادت احزانه ودمسايا دموع العين يا عم ببيت عنيك رحت يمجيت مو ابوي حسين يا عم رحت لوالدي شفته وثلاث ايام فارقته يا عم ويت فدت جثته ورضيع بالسهم مفطوم والست على صدره تقول له عم يا علي السجايا عندي وياك بس نشدد سولفي عنك يا عم من عادة الميت يصير على التربة يا عم شلون دفنت ابوك حسين هو راس ما عنده رحم الله من نادى وحسينا رحم الله من نادى وسيدا مرحومة العباد عظم الله لكم الأجر جزاكم الله خير بارك الله إلهي ارحمنا وعافنا وتب علينا واغفر لنا وسامحنا إنك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم شاف المرضى يا الله وبالخصوص المنظورين ومن سأل الدعاء اللهم شاف المرضى اللهم اقض الحوائج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره أعوانه المستشهدين تحت لوائه وإلى أرواح أمواتنا أمواتكم أموات السامعين أموات المؤسسين لهذا المأتم المبارك ومن مات على الإيمان الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.